أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامجنا من هنا نبدأ. يمكن الكل يجمع والكل يتفق معي تماما أنه استقرار الأسرة وحماية الأسرة هي من الأولويات، أولويات كل فرد في هذه الحياة. كل واحد مننا بدأ في تكوين الأسرة، والهدف الأساسي أنه تكون هذه الأسرة اللبنة في هذا المجتمع، تكون أسرة مستقرة، أسرة تنعم بالحب وبالتفاهم وبالاحترام المتبادل فيما بينها. اليوم حنتطرق ونتحدث في موضوع كيف يكون لنا قواعد أساسية لحماية الأسرة من كثير من الاضطرابات وكثير من المشاكل اللي تمر بنا. نحن حقيقة لا نستطيع أن نوقف، الإنسان ما يستطيع أن يوقف المشاكل في حياته، ولا أنه يقول تخلو الحياة من المشاكل ومن ضغوط ومن بعد العثرات اللي تمر علينا وبعد الابتلاءات. لكن نستطيع أن نغير طريقة تقييمنا، طريقة فهمنا، طريقة تعاملنا مع هذه الضغوط، طريقة حلنا لهذه المشكلات، حتى ما تصل الأسرة إلى مرحلة نوع من يحدث لها تفكك، يحصل لها انفصال في كثير من جوانبها. لأن الأسرة حقيقة هي المكان اللي إذا تهيأ للأبناء فيه استقرار، إذا وجد الطفل هذه البيئة، بيئة مستقرة، بيئة تنعم بالحب، بالتقدير، بالتفاهم، تكون بالنسبة له هذه البيئة الآمنة. ونحن كلنا يمكن الإنسان بفطرته وبطبيعته دائما يسعى لتحقيق هذه البيئة الآمنة. لكن بالمقابل إذا كانت هذه الأسرة أسرة غير مستقرة، المناخ الأسري فيه كثير من المشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية، أكيد حتكون هي بيئة أو مرتع خصب لانحرافات السلوك الأبناء والاضطرابات النفسية والاجتماعية. فبالتالي تكون هي إنها مسؤوليتنا، مسؤوليتنا إحنا، بما أن نحن قررنا اتخذنا قرار تكوين الأسرة، وحصل إنه من خلال هذا الرابط المقدس اللي هو الزواج لابد أن كيف نحقق هذا الاستقرار بالنسبة للأبناء، لأن مسؤوليتنا. والأبوية والوالدية هي مسؤولية حتمية. أنت طالما الإنسان أراد واختار بمحض إرادته وقرر أنه يكون الأسرة، لابد أن يتحمل هذه المسؤولية بكل ما تعنيه كلمة المسؤولية. لأنه سبحان الله إذا كان في بعض الأشياء تحدث نتيجة يكون خلل في عملية التربية، يكون نتيجة في عدم تحمل المسؤولية بالشكل الصحيح، بالشكل السوي. وتستحضرنا قصة حقيقة في واحد من الأخوة اللي هو نتيجة لظروف المادية اضطر يسكن مع أهل زوجته، أهل زوجته يمكن حاولوا بشكل أو بآخر أنه وضعه المادي وكذا، حصلت إنه أحيانا الكل يعرف بيكون الأسرة مثلا لو واحد يعيش مع أهل زوجته أكيد حتكون بعد المشاكل، بعد الأشياء اللي قد ما يتفق عليها الطرفين. هذه النقطة سببت مشكلة ما بين الزوجة والزوج، وكان أسلوب الزوج هو الأسلوب الخاطئ. زي ما أنا ذكرت في البداية، تجنب المشاكل يكون في حدود معين. أنا ممكن لو خرجت وهربت من البيت ما هحل المشكلة، وده اللي حصل بالضبط. بقى الزوج هو يخرج ويقضي أوقاته كله في القهوة ومع أصحابه، حتى تجنبا لمواجهة أهل زوجته أو البيت اللي هو يعيش فيه. طيب في بعض المشكلات، في بعض المعاناة اللي يكون عندنا فيها نحن خيار نغيرها،
وفي بعض الأشياء اللي هي مثل فقد عزيز، ابتلاء بمرض ما، هذه الأشياء اللي ما نستطيع أن احنا نتغيرها أو نتحكم فيها. فبما أنه هذه المشكلات اللي تؤدي في نهاية المطاف إلى تفكك أسري، يبدأ أنه كيف ندع إحنا القواعد الصحيحة، كيف ندع الأسس الصحيحة لأنه نحن نحمي هذه الأسرة من كل هذه المشاكل يعني وهذه الاضطرابات اللي تحصل. من ضمنها هو الانفصال والطلاق، ويكون سبب في يعني الأبناء يعني للأسف الشديد يعني يتعرضوا لكثير من الاضطرابات والمشاكل النفسية. فهذا القصة اللي ذكرتها يعني الأم تذكر إن الزوجة في خلال تواصلنا معها، هذه واحدة من الحالات اللي تمر علينا، إن تقول بناتها يعني رفضوا يأكلوا ويشربوا يعني لأن أبوهم يجي في وقت متأخر ويكون أنصاص الليالي، يعني يكون الأطفال ناموا يعني. فسبحان الله يعني هذه من الأسس الوسائل الخاطئة في حل مشكلاتنا، وتكون هي يعني حقيقة ما تبني القاعدة الصحيحة، ما تبني القاعدة الأساسية لحماية هذه الأسرة ولاستقرار هذه الأسرة. لأنه تحقيق الأسرة يعتبر هو مطلب أساسي للأطفال، يعني الشيء الأساسي بالنسبة للأطفال أن يعيشوا في كنف والدين. هذا لا يعني أنه الأسرة لابد يعني حتخلو من المشكلات. يعني إذا كان في بيت الزوجية، في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وغيره وجميع الأنبياء يعني تحدث هنالك يعني مشكلات، لكن المشكلات اللي قد تؤدي يعني لتفكك هذه الأسرة اللي نحن نتحدث عنها لابد من الوقوف عليها ووضع أسس وقواعد متينة تحمي الأسرة من هذا التفكك. من ضمن هذه القواعد أن تكون الأسرة، يمكن ذكرنا في الحلقات السابقة في موضوع أن أحيانا عدم توظيفنا لأوقاتنا، عدم تحملنا للمسؤولية. يعني إذا كانت الأم مثلا أحيانا يكون عندها يعني معظم الوقت أحيانا يضيع في أوقات زي ما ذكرنا في مع الوسائل مع الأجهزة، فبالتالي يكون هذا السبب في أنه يحصل خلاف بين الزوجين. وكذلك الزوج، يعني إذا كان الزوج هو فقط يعني يلبي احتياجات المادية اللي هي المأكل والمشرب والمسكن، لكن يعني ما يهتم بالجوانب الأخرى، الجانب العاطفي، الجانب الوجداني، الجانب الروحي للأبناء، اللي هو حتى لا يعيش الأبناء في فراغ روحي ولا فراغ نفسي ولا فراغ اجتماعي. هذه الأشياء حقيقة لا تبني قواعد سليمة ولا تبني قواعد صحيحة لاستمرار واستقرار الأسرة. كيف نحافظ على الصحة العامة بالنسبة للأسرة؟ من خلال اهتمامنا نحن كذلك بالجانب الصحي بالنسبة للأبناء، وفي خاصة في اهتمامنا في الجانب الأكل الصحيح والأكل الصحي بالنسبة للأطفال. وتبدأ أحيانا للأسف يعني الأطفال يعني رفضهم لبعض يعني الوجبات قد يؤدي إلى إصابتهم ببعض الأمراض وهكذا يعني. ويمكن أحدى الأخوات يعني في خلال مناقشة وسؤال تقول نحن فرطنا في اهتمامنا بصحتنا. يعني تقول لما كانت هي وهي شابة وهي يعني في سن الشباب أو في سن المراهقة، يعني تقول أنا ما كنت أهتم بأنه أجلس بطريقة صحيحة، أحمل أشياء ثقيلة جدا. واليوم هي يعني يمكن يعني في سن الأربعينات وتعاني من كثير من الأمراض، هشاشة عظام، عندها مشكلة في الغضروف وغيره. هذه الأشياء اللي حقيقة تكون أحيانا تسببت كذلك نوع من عدم الاستقرار للأسرة، يكون جزء منه عدم استقرار صحي. ويعني يمكن نلاحظ يعني أحيانا تكون هنالك أمراض مزمنة في الأسرة، يعني الزوج أو الزوجة مثلا يكون عنده سكري بعد الأمراض، فإذا لم تكن الزوج أو الأم هي مهتمة بهذا الجانب، تقوم بواجبها، توفر هذه البيئة الآمنة. إحنا دائما نذكر من خلال المحاضرات، من خلال المواضيع اللي دائما نناقشها في موضوعنا الإرشاد الأسري، اللي هي نحن كيف يعني نحقق أو كيف نسعى لأنه إيجاد بيئة آمنة، إيجاد بيئة متعافية، إيجاد بيئة سليمة
يعني يعيش فيها الكل بسلام وبأمان. يعني حقيقة هذه الأشياء يعني تقي الأسرة من كثير من المشاكل. ويمكن يعني الواحد دائما أنا أذكر قصص، لأن هذه القصص وهذه المواقف والاستشارات اللي تمر علينا بشكل مستمر قد تكون هي يمكن يعني أسرع وسيلة لأن الكل يعني يستوعب الموضوع بشكل صحيح. يعني أحد الأخوة اللي هو يعني يمكن هو كان في يعني درجة مرموقة من الوظيفة وكرس حياته حقيقة للعلم، يعني وصل مرحلة ما فوق ما بعد الدكتوراه. فحقيقة هذا الأخ هو عنده يعني درجة علمية مرموقة، لكن كان على حساب أشياء كثيرة. يعني فرط في تربية أبنائه، ما كان يعطي للزوجة للأم وقتها لزوجته الوقت الكافي، ما كان بنفس القاعدة اللي هو بنى بها أنه هو يرتقي للسلم التعليمي، لكن لم يدع قواعد سليمة وصحيحة لأنه كيف يحافظ على هذه الأسرة، كيف تكون هذه الأسرة يعني يكون لها أولوية ويكون لها اهتمام كبير في حياته. وبالتالي بعد مضيت يعني تتخيلوا بعد 25 عام يحصل طلاق وانفصال في هذه الأسرة، والناتج ماذا؟ يعني حقيقة المتضرر الأول هو الأبناء. انفصال الأبناء في سن حرج يكون على حساب أشياء كثيرة، وهي المسؤولية اللي ذكرناها هي الوالدية مسؤولية حتمية. يعني ما مسألة أن يعني أنا ولا عندها مدة صلاحية معينة، يعني أنا كأم أظل أنا أم يعني. وهذا اللي يمكن إحنا يعني لو رجعنا للسيرة ولقصص الأنبياء نجد سيدنا يعقوب يعني كان يرشد أبنائه وينصحهم حتى وهم يعني في السن يعني رجال يعني. فمسألة اللي هي الوالدين في المقام الأول مسؤولية كبيرة أن ندع هذه القواعد قواعد أساسية لبناء وحماية الأسرة من الاضطرابات من المشاكل، ويدخل فيها موضوع اللي هي تنظيمنا لأوقاتنا، ترتيبنا لأولوياتنا، تلبية احتياجاتنا النفسية والاجتماعية، ويدخل فيها موضوع اللي هي كذلك موضوع البيئة الاجتماعية الصحيحة. يعني بعد الأخوة فقط هو منقلق مثلا في عمله في وظيفته، لكن بالمقابل يكون على حساب أشياء أخرى. وهذا يمكن يعني المواضيع اللي دائما نحن كنا نتطرق إليها، نعطي لكل ذي حق حقه. يعني أنا أميرة يكون مثلا عندي مسؤوليات متعددة، أنا كزوجة، أنا كأم، أنا كأخت، أنا كعمة، كخالة، أنا كمواطنة. هذه المسؤوليات المتعددة والأدوار المختلفة في حياتي أعطي لكل ذي حق حقه، أعطي لكل مسؤولية ولكل دور في حياتي أعطيه حقه متكاملة. وبالتالي أنا ودعت أسس، ودعت نظام يعني قوي ومتين أبني من خلاله الأسرة السليمة. يعني أنا لما أعلم أبنائي يعني أرشدهم إنه يتواصلوا مع أرحامهم، هذه فيها جوانب كثيرة، يعني فيها جانب روحي، جانب عبادي اللي هنا إحنا ربطهم بأقربائهم بالجد والجدة، ربطهم بالأسرة الممتدة. هذا نوع من القواعد الأساسية، لأنه الإنسان إنسان يعني كمخلوق اجتماعي يحتاج للدعم الاجتماعي. فانقطاعنا وعدم تواصلنا يعتبر كذلك هذه واحدة من القواعد الغير سليمة لبناء الأسرة. هذه الجوانب اللي نحن نكون حريصين عليها يعني نرشد فيها أبنائنا، حتى هم يكونوا بالنسبة لنا هم يرثوا هذه المبادئ وهذه القيم، حتى هم يساهموا في بناء مجتمع سليم. يعني الهدف الأساسي استقرار الأسرة وحماية الأسرة، وضع قوانين حقيقة لبناء مجتمع سليم متعافي. إذا كان يعني الإنسان يدع قوانين لأشياء يعني مادية، فأيهما أولى؟ هو الإنسان هو يعني سبحان الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان، وبالتالي يكون الأولوية لوضع قانون، لوضع قواعد، لوضع يعني كل ما يجعل هذه الأسرة تعيش في سلام في أمان، يعتبر هذه من أولوياتنا، وتعتبر هذه من القواعد الأساسية
إلا نحن نسعى فيها. وحقيقة يعني يمكن الكل يتفق معي تماما يعني في ختام حديثنا أن الكل يسعى لتحقيق السعادة والاستقرار الأسري. ونسأل الله أن يجعل بيوتنا آمنة مستقرة مطمئنة، وإلى أن نلقاكم في موضوع وحلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا.